السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي مرض ولو كان عضال بفضل الله وبإذن الله سبحانه وتعالى يشفى بفضل الله. ثم سورة البقرة، وحاولوا أن تقرأوا سورة البقرة بجلسة واحدة كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حاولوا دائما أن تقرأوا سورة البقرة قبل الفجر أو بعد الفجر أو في أي وقت تريدوه أو ترتاحوا له. صدقوني، بجلسة واحدة قبل الفجر أو بعد الفجر سوف تأخذون جرعة إيمانية قوية، وجرعة أيضا للشفاء، ويقوى الجسم إن كان رجل أو امرأة. تقوى أجسامكم بالاستمرار كل يوم على قراءة سورة البقرة، وحاولوا أن تكون البقرة تقرؤوها بجلسة واحدة. سبحان الله، نعم، إن مفعولها عظيم جدا كما يحصل معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.